السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا واحد النهاردة مكرونة ايطالي، بس ايه هيعجبكم. يلا على المقادير. مقاديرنا النهاردة هي مكرونة اقلام، دقيق، جبنة موتزاريلا، ومعانا لبن، ومعانا مية، توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسمر، ومعانا معلقة صلصة، ومعانا كمان البسطرمة. هنبدأ النهاردة بأول خطوة معاكم، نسلق المكرونة. انا على فكرة كنت محضرة المية على النار، وكانت كمان بدأت زي ما انتوا شايفينها بتغلي اهي. نزلت المكرونة وبدأت في اول خطوة اني ابدأ احط الطاسة على النار. كنت حاطة فيها زبدة وحاطة معاها زيت، لان انتوا زي ما انتوا عارفين لو حطينا الزيت ده من غير زيت بتتحرق. كنت حاطة حبة زيت ونزلت عليها بحتة الزبدة. بعد كده هنا كنت بنزل بمعلقتين من الدقيق. اول معلقة قلبتها، وطبعا زي ما انتوا عارفين مش بننزل بالمعلقتين مره واحده عشان الدقيق ما بيتكلكع مننا وبيبقى مش لطيف. دي تاني معلقه، وهبدا اقلبهم كويس جدا. طبعا كلنا عارفين طريقه التحمير الدقيق. هنا بقى كنت صبرت عليه شويه، دوبته حلو جدا وبدات اديله اللون الاصفر الحلو قوي اللي انتوا شايفينه. هبدا انزل معلقه الصلصه. على فكرة لو عندك اي صلصة في الفريزر مثلا انت كنتي محضراها او كده مش مشكلة، ممكن تحطيها. حابة تعملي صلصة جاهزة برضو مش مشكلة، دي حاجة بترجع لك. في ناس مش بتحب الصلصة الجاهزة من بره. هنا هبدأ أشوح البسطرمة معاهم. على فكرة ممكن نحط مطرحها صدق، ممكن نحط مطرحها جمبري، ممكن كمان نحط فراخ زي ما انت عايزة. وهقول لكم على حاجة، وممكن ما نحطش حاجة خالص. يلا احنا كده كده الظروف مش نافعة الأيام دي يا جماعة، اعملوها مكرونة أرديحي زي ما بنقول. هنبدأ بقى نشوح حلو، وهدوب بقى كل حاجة مع بعض. كل حاجة عايزة كل حاجة تشرب من بعض. واهم حاجه زي ما انتم شايفين دايما بركز ان الدقيق ما يعملش مني كتل. نزلت بكوبايه اللبن وهبدا ادوب بقى، ادوب حلو قوي. بحب يعني الاكله دي بتحب الدقيق مش باين سايح. هنا كنت حطيت كوبايه الميه، وهبدا بقى عندي موضوع ان انا امسك الدقيق دي حته حته، ما اخليش فيه حاجه دي فوبيا. هبدا بقى ادوب ادوب ادوب. بصوا دوبتها ازاي، شايفين سايحه حاجه كده. بصوا مفيش اي اثار لاي كتله دقيق. هنا بقى بعد ما دوبتها كويس قوي بدات انزل عليها بميه. بصوا يا جماعه انا زودتها على فكره من ميه سلق المكرونه، حلوه جدا وبتديها طعم وقوام. نزلنا بالثوم البودر والبصل البودر، الملح بتاعنا والفلفل الاسمر. حسيت ان هي محتاجه الصراحه ورقتين راوره، فما رضيتش ازعلها وحطيت لها 2. هنا بعد ما زودتها الميه بصوا بقت دايبه كده وجوسي بقى، وحاجه تحفه يا جماعه، فعلا تحفه. وما خدتش وقت، مسافه ما المكرونه اتسلقت كنت انا خلصت الجوس بتاعها ده على طول. يعني الصوص ما بياخدش معانا وقت خالص. هبدا بقى ادوبها كويس قوي واقلبها كويس قوي. طبعا انتوا عارفين بقى، عارفين التقليب ده، كل ستات البيت بتقلب كده. وهبدا اديها بقى شويه جبنه كده موتزاريلا على الوش. يا سلام. ولو عندك بقى جبنه تركي مبشوره، دورت في التلاجة ما لقيتش الصراحه، بس انتوا لو عندكم ادوها جبنه تركي مبشوره، هي مش هتقول لا، هي متقبله اي حاجه نحطها عليها. حاجه بقى تحفه. هنا بقى في مرحله الشويه طلعتها. حاجه يا جماعه جميله قوي قوي قوي، هتعجبكم قوي قوي قوي. جربوها، ومستنيه الصور زي كل الصور اللي انتوا بعتوها، وهتعجبكم جدا. وشكرا جدا على كومنتاتكم، شكرا جدا على تعليقاتكم، بتوحشوني جدا جدا من كل فيديو لفيديو. بحبكم قوي قوي قوي. باي باي.